مرة أخرى مع ضيف كبير. نشكر الله تعالى أن يسر لنا أن نلتقي في هذا البرنامج العربي المترجم بالفارسية بنفس الوقت مع ضيف كبير آخر، وهو دكتور عايد القرني، الكاتب المشهور في العالم العربي وفي الفضائيات، وسيما في المملكة العربية السعودية. والعلم لا يعلم والمعروف لا يعرف، ولكن بما أنه لأول مرة يحضر في قناة فارسية، سنعرفه بالفارسية، باللغة الفارسية، ثم نبدأ حوارنا كالمعتاد. مهمان ارجمند ما یکی از متفکرین و نویسندگان مشهور جهان عربه، بخصوص در عربستان سعودی، دکتر عاید القرنی، که در میدان فکر و قلم و در روزنامه ها مشهوره و در تلویزیون های متعدد کتاب های متعددی داره. از جمله کتابش لا تحزن قصه ای داره که یکی از رؤسای عرب که قبل از اعدامش این کتاب رو میخون و ایشون در جهان عرب بسیار مشهوره. ما چرا دعوتش کردیم؟ به این خاطر که ایشون چند بار ایران رفته که ازش سوال میکنم و در رابطه با ایران و تشیع نظراتشو میخوام و بعد از اون ببینیم که چه سوالی باید میشه. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عبد الرحيم، أنا سعيد هذا اليوم ومتشرف أن أكون معك في قناة وصال الفارسية. نفع الله بجهودكم الخالص الوجه إن شاء الله الكريم. ایشون خوش آمد میگن، دوباره جواب خوش آمد میگن که من خوشوقتم که اینجا مهمان برنامه شما هستم. فضيلة الشيخ، لكم تجربة الحوار مع إيران ومع الشيعة. أظن أنكم سافرتم إلى إيران أكثر من مرة. نعم. وكتبتم ذلك أيضا في جريدة الشرق الأوسط. نعم. سوال من اینه که شما بیشتر از یک بار به ایران رفتید و در روزنامه مشهور شرق الاوسط هم در این مورد مقاله ها نوشتید. تجربه شما چیست؟ ما هي تجربتكم وانطباعكم عن هذه الأسفار وعن هذا الحوار؟ وبالنسبة للمشاهد الإيراني بالذات يهمه هذه التجارب وما وصلتم إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأنا سعيد بلقائكم في هذا الحوار النافع بإذن الله. أقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشكر فضيلة الشيخ الداعي المعروف المشهور عبد الرحيم ملا زادة على جهوده، وأنا متشرف أن أكون في هذه القناة. أنا لي تجربة في الحوار، سواء في الحوار الوطني مع بعض الشيعة، أو سواء فيما لقيته في الحج، أو بعض من لقيت في طهران أو غيرها من البلدان كشرم الشيخ أو نحو ذلك. أقول إنني لما ذهبت إلى طهران كان قصدي أن أجد كتبا في مذهبهم، لأن رسالة الماجستير كانت في البدعة وأثرها في الدراية والرواية، ولا أريد أن أظلم أحدا. فكانت تنسب أقوال مثل الكافي الكليني، فأردت أن أتثبت من هذه الأقوال، لكني فوجئت بأشياء في إيران خاصة في طهران أني لم أجد إلا صوتا واحدا ورأيا واحدا وطرحا واحدا، حتى إني كنت أبحث عن صحيح البخاري المشهور الذي هو عند طوائف الإسلام مقبول، لم أجده، ولا صحيح مسلم، ولا أي كتاب من كتب السنة في تلك الفترة. فما أدري هل هي الآن بدأت تنفذ
أو تصل أو على العهد الأول. اشکرک. ایشون میگه که من خیلی خوشوقتم که مهمان شما هستم، اسم بنده رو میگیره و مهمان این برنامه هستم. میگه من تجاربی دارم راجع به گفتگو، چه در وقت حج، چه با شیعیان، چه در گفتگوی ملی که در عربستان سعودی خودش یک مؤسسه. وقتی که من ایران رفتم، من چون فوق لیسانسم راجع به بدعت یعنی چیزی که برخلاف سنت باشه، لذا من سعی میکردم که کتاب‌هایی رو اونجا پیدا کنم که به کسی ظلم نشه. ولی وقتی که من ایران رفتم با کمال تأسف یک رأی رو دیدم، یک نظر رو دیدم و این برای من خیلی تعجب آور بود که چرا من یک نظر رو ببینم. حتی در اون موقع من دنبال کتاب بخاری و مسلم در تهران گشتم نمیدیدم. این برای من باعث تأسفه. أنا في داخل قوس الآن أقول البخاري ومسلم فقط يباع هناك في المعارض يباع، ولكن الشعب الإيراني بما أنه لا يفهم العربية ولذا بالنسبة لهم مش مهم بالمعرض ماذا يباع. اللهم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية كانت تباع في المعرض إلى أن جاء ولي الفقيه خامنئي لما رأى كتاب الفتاوى عام 92 وأنا كنت في إيران بعصائه أشار الكتاب قال هذا كتاب الضلال ماذا يفعل هنا، وبعد ذلك منع كل كتب ابن تيمية وعن ابن تيمية. چیزی رو که میخوام ترجمه بکنم اینه که گفتم که صحیح بخاری رو و مسلم رو چون به عربی مردم ایران متوجه نمیشن، ولی در نمایشگاه ها هستش. اما از سال 92 وقتی که آقای خامنه‌ای اومد در نمایشگاه، وقتی که کتاب مشهور فتاوای ابن تیمیه رو دید، گفت این کتاب گمراه کننده ایه و با اساس اشاره کرد. اون کتاب دیگه بعد از اون کتاب انداختند البته، و بعد از اون هم اون چه راجع به شیخ الاسلام ابن تیمیه و هم کتب ابن تیمیه به طور کلی ممنوع شد. اي نعم. اذا هذه اول تجربتكم بانكم رايتم هناك نظره واحده، وهي هذه النظره الواحده للاسلام او الاستبداد في الرأي في الأحرى في فهم الدين هو الذي جعل الشعب الإيراني في مأزق، وهو الذي جعل ملايين من الشعب الإيراني المسلم الشيعة قبل السنة حوالي 5 إلى 6 ملايين منهم يعيشون خارج البلد لأنهم لا يتحملون الرأي الآخر. هذا هو السبب. جميل. أنا فضيلة الشيخ عندي 3 مواقف تجربة سوف أذكرها على وجه الاختصار. مرة في الحج، يمكن قبل 20 سنة صليت في العزيزية تعرفها، وصلى 2 من الشيعة مع الإمام السني في مسجد اسمه مسجد الأميرة في العزيزية. فلما صلوا انتظرت حتى انتهوا وسلمت عليهم، قلت الإخوان منين؟ قالوا من إيران. قلت أنتم صليتم معنا ونحن عندكم ذلال، فكيف تجوز صلاتكم خلف إمامنا؟ قال لأن علي صلى وراء أبي بكر، يعني كانه مضطرا أو تقية أو نحو ذلك، فنحن نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. فبان لي أنهم أحيانا ولو صلوا وراءنا أنهم يرونها إما تقية وإما أن صلاتنا باطلة، أو يعني لهم معنى في ذلك، لا يصحون الصلاة معنا ولو قالوا علنا، لأني اكتشفت من هذا وأنت أبصر بمذهبهم. الثاني في قناة المستقلة من لندن، كنت أتكلم عن ممكن أخذ جزاكم الله خير. میگه من تجاربی دارم که 20 سال قبل من در یک مسجد که شما اونو میشناسید، مسجد امیر عبدالعزیز در مکه مکرمه، من نماز خوندم. اونجا بعضی از برادران شیعه رو دیدم که نماز میخونند و با اعاده میکنند. گفتم که شما چرا نمازتون رو اعاده میکنید؟ شما ببخشید عذر میخوام، شما ما رو گمراه میدونید، در ضلالت میبینید، چرا پشت سر ما نماز میخونید؟ که جوابی که گفت این بود که چون علی پشت سر ابوبکر رضی الله عنهما نماز خونده، ما پشت سر شما نماز میخونیم. خب این منطق میگه شما این موضوع به من میگه شما این موضوعات رو بهتر میدونید. این منطق کجیه؟ میگه اونا تغییر میکنن، یعنی حتی در نماز تغییر میکنن. خب وقتی پشت سر ما نماز میخونه و تغییر میکنه، استدلالش میگه چون علی پشت سر ابوبکر نماز خونده. این اولین تجربه.
یعنی یک کجی رو دیده، راستی رو ندیده از برادران شیعه. تجربه دومش در تلویزیون مستقله. ایشون در تلویزیون مستقله برنامه داشت. بعد از اینکه در سال 2002 ما مناظرات اونجا شروع کردیم، دیگه همچنان پیش اومد و سعی میکنیم که مدیر مستقله رو اینجا دعوت کنیم و تشریف بیاره. و به شما خوشخبری میدم که همین الان هم شیخ دمشقی بیرونه و انشالله که بهش برنامه خواهیم داد و که در مهمان شما باشه، هم دکتر هاشمی رو و هم شيخ دمشقي رو. إذا ثاني تجربتكم هو في المستقلة، وشرحت أنا قليلا أنه كيف المستقلة بدأنا بالمناظرات، وبشرتهم أيضا بوجود الشيخ دمشقية أنه سوف نستقبله أيضا. ما شاء الله، وجودكم بركة وسيأتي بالعلماء إن شاء الله. وأنت رأس البركة الحمد لله. الله يبارك فيك. نفع الله بجهودك. والفكرة لا أقولها مجاملا، أنت محبوب لدينا كثيرا وعند العلماء في السعودية وفي الخليج عموما والعامة، ونفع الله بك لأنك تتكلم بالدليل، ولا بأس أن تقول هذا، لأن يعجبنا فيك أنك تتكلم بالحجة والدليل. جزاك الله خير، هذا من فضلك. ایشون اظهار محبت میکنه و لطف میکنه، میگه که این از برکت شماست و شما در عربستان سعودی و در خلیج بسیار محبوب هستید برای اینکه با دلیل صحبت میکنید. و اینو بهتون بگم، امتیازی که علمای سلفیه اهل سنت و جماعت، اون چرا که دشمنانشون اونها رو وهابی میدونن، امتیازی که از دیگر مذاهب اسلامی سنی دارن اینه که در هر قولشون با دلیل صحبت میکنن. این خیلی مهمه. قال الله قال الرسول. اتفاقا همین امروز یک دوستی، یکی از بینندگان ارجمند، این شعر بر ما فرستاده. هذا الشعر ترجمه لما قلتم از صنایع غزنویه. جز به دستور قال الله یا قال الرسول، رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. چار گوهر چار پایه عرش شرع مصطفی، صدق و علم شرح و مردی، علم شرح و مردی، کار این هر چاریار. مقصود ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. بين قوسين أقول أن الشيخ عبد الرحيم مثلا ليس له مصلحة في هذا الحوار والطرح، ليس له قصد سياسي ولا منصب ولا إمارة، وهذا معلوم لأنه يعرف الشخص من سياقه والتجارب والحياة معه. لكن إن شاء الله قصده الحق، لأن من تكلم بالكتاب والسنة وطلب الناس بالعودة للدليل فإنه يجاب إلى كلامه حتى لو كان مشرك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنت تابع على برامجك وطرحك، أنت تطلب الناس بالدليل والرجوع على الكتاب والسنة وعمل السلف، وهذا الذي جعل طلبة العلم يصدقون ما تقولون. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير، هذا من فضلك و لطفك. میگه که من از فحوای پیام شما آقای مولازاده میشناسم که شما قصد سیاسی ندارید و این معروفه بین علما، و انشاءالله که قصدتون حقه و از پیامتون این مشخصه، ولذا حرفتون سخنتون بازگشت به دلیل، مثل علمای اهل سلف، مثل علمای اولیه. و حتی این آیه رو استشهاد میکنه که این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی اسمع کلام الله. حتی یک مشرک وقتی یک مشرک که از شما پناه میخواد یا سخن میخواد یا گفتگو میخواد، اونو میدان بدید تا حرف خدا رو بشنوه. اذن هنا ايوه. الموقف الثاني، كنت أتكلم عن الخلفاء الراشدين وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فاعترضني أحد المتصلين من قم وقال إن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ضرب فاطمة فكسر لها ضلع أو ضلعين. فقلت له يا عجبا، أنتم تقولون إن علي أشجع الثقلين، أشجع الإنس والجن، وأنه أشجع الصحابة على الإطلاق، وأنا أقر بشجاعته ليس بهذه المبالغة، لكن كيف يرضى أن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وأغلى الناس عنده تضرب ويكسر لها ضلع أو ضلعان، مع العلم أن حارس العمارة لو ضربت زوجته أو سائق التاكسي لقاتل حتى لو قتل. فكيف، أين غيرة أمير المؤمنين علي؟ أين شجاعته؟ أين ذبه وشهامته ومروءته؟ هذا لا يقبل. ولذلك رأيت شيئا في الطرح الشيعي يخالف العقل والنقل، لا يخالف فقط الدليل بل يخالف حتى العقل. يعني لما الذي صلى معنا في العزيزية قلت له أتظن أن الله يجمع الأمة على أبي بكر يعني بالكره والصحابة لا يريدون ذلك؟ أي قوة يفرضها أبو بكر على الصحابة حتى يدينون بذلك؟ فأنا أخاطبهم بالنقل والعقل. بارك الله فيكم. ایشون میگه که
تجربه دوم من در تلویزیون المستقله بود، وقتی که با این منطق صحبت میکردم، با منطق عقل سلیم و نقل سلیم. یکی از بینندگان محترم از قم تماس گرفت و گفت که اعتراضش این بود که عمر پهلوی فاطمه رضی الله عنها را شکسته. من گفتم که این چطور ممکنه؟ چطور علی رضی الله عنه که شجاعترین مردمه، یکی از افراد شجاع زمان بوده، به این ذلت تن بده؟ الان اگر یک نگهبان یک ساختمانو یا یک راننده یک تاکسی رو چنین اهانتی بشه، خودشو به کشتن میده. چطور علی شجاعترین فرد، غیرت علی کجاست؟ مروءتش کجاست؟ جوانمردیش کجاست؟ مگر میشه که اینطوری رو علی رو تصویر بکنید؟ اینجاست که من میبینم پیام تشیع، پیامی که شیعیان از علی میدن چیزیست که مخالف عقل و مخالف نقله. نه عقل اون رو قبول میکنه و نه نقل درست. بعد میگه من به اون شنونده‌ای که در مسجد مکه با من نماز خوند، با اون نمازخونی، بهش گفتم که شما فکر میکنید که آیا خداوند امت اسلامی رو بر شخصی مثل ابوبکر همطور الکی متحد و متفق کرده؟ اینجاست که من نه عقل سلیم و نه نقل سلیم رو در این تجربه که شیعه به جهان نشون میده میبینن. یعنی هم عقلتون رو به کار بگیرید و هم از نقل درست. وهي التجربة الثانية والتجربة الثالثة. والتجربة الثالثة بقينا في موقف المستقلة. كنت أتكلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قلت الله براه من فوق 7 سماوات وأنتم رفضتم هذه البراءة. وأجمع طوائف الإسلام حتى ممن خالفوا أهل السنة والجماعة كالمتكلمة وأهل المنطق والمعتزلة وغير من الطوائف، بل علماء الكلام على براءة عائشة رضي الله عنها. بل إن الذين في قلوبهم مرض أحيانا من الإبراهيم العلماني لا يرون هذا ولا يتهمونها. فبأي حجة وبدليل يؤتى إلى جناب أهل الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قدح في عائشة قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدح في رسالته، وقدح في غيرته، وقدح في طهره صلى الله عليه وسلم، وفي فراشه. فما هي الحجة التي أوصلتكم إلى هذا الأمر؟ وكيف يقبل بعدها الحوار أو التفاهم مع أناس يصرون على القدح والنيل والقذف في أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي براها الله من فوق 7 سماوات وشهد ببراءتها كبار الصحابة، ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ فبأي حجة بعد ذلك يمكن أن يتفاوض حول هذا؟ ونظمت في ذلك قصيدة تلوتها في صفا وفي وصال في ذب عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصادقة الصديقة بنت الصديق. فرماد که موضع سوم من راجع به تبرئه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها می باشد که خداوند از آسمان، از 7 آسمان در براعتش آیه نازل کرده و شما این براعت رو رد میکنید و همه فرقه های مسلمان از معتزله و علمای کلام و غیره همه این براعت عایشه رو قبول میکنن جز شما عایشه یا ارجمند. و حتی میگه کسانی که در قلب هاشون گمراهی و مرض هست مثل لایکا و اینایی که دینو شاید نپذیرن، اما این گستاخی رو به خرج نمیدن، بلکه این گستاخی اهانت به رسول خداست، اهانت در غیرت رسول خداست، در فراششه، در ارزشه، در ناموسشه. چطور شما چون چیزی رو باور میکنید؟ قذف و تهمت و اتهام و افترا بر ارز و ناموس پیامبر، اون هم با وجود آیه هایی که خداوند از پشت 7 آسمان اونها رو نازل کرده. ولی زمان ایشون شاعر هم هست، من یادم رفت بگه، چون خودش هم شاعره و شاعر ماهریه. میگه من خودم در این مورد شعر گفتم، اشعاری گفتم در کانال عربی وصال و در کانال عربی صفا، اونها رو خوندم و من
این موضوع سوم منه که راجع به تشیع منو به تعجب می‌داره. اي نعم. في تجربة كنت في البهو في فندق في طهران في أثناء سفري هناك، فجاء طالب نيجيري يدرس في مدارس الحوزة في قم. نعم. سألته من أين أنت؟ قال أنا من نيجيريا. قلت ماذا تدرس؟ قال أنا أدرس في مدارس الحوزة في قم. قلت تدرس ماذا؟ قال أدرس علوم أهل البيت. قلت علوم أهل البيت هي كعلوم المسلمين عامة المسلمين أو علوم خاصة؟ قال لا، علم خاص هذا. نعم. علم خاص بأهل البيت. قلت هل لأهل البيت علم خاص؟ قال نعم. قلت هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم العلم عن الأمة واختص أهل البيت بعلم خاص؟ والله أخبره وأنذره وحذره، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أجل هذا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أهل البيت بعلم ولم يخبرنا نحن به، وهذا ينافي التبليغ وينافي الرسالة، وهذا لا يقبل في القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء، فكيف أن تصدق هذا؟ قال هذا لا يعرفه إلا أئمة أهل البيت وأنت لا تعرف ذلك لأنك غريب على علم أهل البيت. قلت وهي الوسيلة التي يعرف علوم أهل البيت؟ قال تذهب إلى الحوزة فتدرس ذلك. قلت أجل مليار وأكثر ما يقارب مليار ونصف مليار على ضلالة، إذا كان حجب عنهم العلم وحجبت عنهم الرسالة، أجل ما بلغ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فجئت أناقشه وإذا هو لا يقبل الجدال ولا النقاش، قد عقد على ذلك رأيه. فتعجبت كيف يعني يعتقد مثل هذا في رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي بين، حتى يقول أبو ذر ما ترك طائرا إلا أعطانا منه خبرا، حتى أعطانا آداب الطريق وآداب قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خیر. میگه من در تهران بودم، در حیاط هتل یک طالب نیجری رو دیدم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت در قم درس میخونم. گفتم چی درس میخونید؟ گفت که علوم اهل بیت رو میخونم. گفتم که آیا علوم اهل بیت علم عامه یا علم خاصه؟ گفت نه علم خاصه. گفت اونا داره علم خاصی هن. گفتم که آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم علم از امت کتمان کرده، مخفی کرده، فقط به مخصوص اهل بیت کرده؟ و این در برخلاف آیه بلغ ما انزل الیک من ربک و اون چرا که خداوند برات نازل کرده تبلیغ کن. این و برخلاف تبلیغه، برخلاف رسالت پیغمبری که عمومیه. چطور پیغمبر که پیغمبر عمومی و مردم عموم جهان عموم بشره علم مخصوص آل بیت قرار میده؟ میگه که گفت نه این چیزها رو جز اهل بیت نمیدونن، شما اگه میخوای اینا رو بدونی باید بری حوزه درس بخونی. گفتم خب پس بیشتر از 1.5 میلیارد مسلمان اینا هم در گمراهی هستند، پس پیامبر رسالتشو تبلیغ نکرده. تا این بحثا رو باز کردم دیدم که جدال و حوار و گفتگو رو قبول نمیکنه، در صورتی که ابوذر رضی الله تعالی عنه میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی پرنده هایی را که در آسمان میرفت علومی به ما آموخت، چیزی از این علم هم بشناسیم. یعنی همه علوم به ما یاد داده، علوم هدایت و البته مقصود اینه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که کسانی که گرفتار این عقاید میشن عقلشون رو میبندن، عقلشون رو قفل میزنن، باب گفتگو و حوار رو میبندن. مشکل اینجاست. ای نعم. كنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذه التجارب في الدعوة. أنا كنت عضوا في التوعية في الحج، فصلينا المغرب في المسجد المجاور الذي في التوعية، كان فيه الشيخ جابر المدخلي لعلك تعرفه. بعدما قام أتى أحد الإخوة من الشيعة وجلس في حلقة ومعه وناس من الشيعة، فدخلت بينهم يتكلم بالعربي، فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخليفة من بعد علي بن أبي طالب. قلت له من روى هذا؟ قال حتى الترمذي عندكم روى هذا. قلت أنا محدث وأنا أحضر الدكتوراه، ولا تكن من مكانك حتى أتباهل أنا وياك نبتهل. أيوة. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لا تقوم. قال ماذا تقول أنت؟ قلت هذا الكلام ليس في الترمذي ولم يروي أحد من أهل العلم وليس بحديث صحيح. كيف يقول صلى الله عليه وسلم الخليفة بعد علي ثم يعصاه الصحابة والمسلمون ويجتمع الناس على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ انتظر مكانك. قال أنا لا أحاورك، أنت تدخل إلى النقاش بلا يقول باندفاع أو بجهل. قلت أنا آتي بالكتاب ولا أغضبك. فقام وهو أصحابه
ولا أنسى ذاك الموقف وأخبرت به المشايخ فعجبوا كيف يؤتى إلى مسجد في مكة وينسب إلى الترمذي بكلام ما قاله صلى الله عليه وسلم. وهذا باقي في مواقف يعني. میگه که من خاطره عجیب دیگری که دارم اینه که با شیخ بن باز بودم، شیخ عبدالعزیز بن باز. شیخ عبدالعزیز بن باز یکی از برجسته ترین علمای معاصر این قرنه و مفتی بزرگ عربستان سعودی بود، خدا رحمتش کنه. و خودش میگه که من عضو لجنه توعیه یعنی ارشاد اونجا بودم که شیخ جابر مدخلی هم اونجا بود که شما میشناسیدش. و میگه من نشسته بودم اونجا، یک نفر شیعه که عربی هم صحبت میکرد آمد و گفت که در کتاب ترمذی شما هست که علی باز پیامبر خلیفه. گفتم که ببین من خودم محدثم، من خودم او دکترامو در علم حدیث دارم آماده میکنم. اون موقع البته الان دکتراش گرفته. از جات بلند نشو تا من حدیث رو بیارم تا بهت نشون بدم که این در ترمذی هم نیست، شما داری دروغ میگی. و از همینجا مباهله کنیم و تکون نخوره اینجا. چطور ممکنه پیامبر علیه السلام و آله و صحبه الکرام یه چیزی رو بگه صحابه‌اش یارانش دست پروردگارش میان باش مخالفت کنن؟ مگه ممکنه این؟ چرا افترا میزنید؟ چرا تهمت میزنید؟ گفتن همینجا نشستید بیرون رو تا من حدیث رو بیام بهت نشون بدم. گفت نه شما میخواید جدال کنید و من جدال نمیخوام. گفتم تعجب کردم، اومده در مکه مکرمه در جلوی ما نشسته دروغ میگه و بعد وقتی میخوام جوابشو بدیم بلند شده رفتش. ترجمه میکنیم. اي نعم هاي نعم أسئلة أخرى ولا أستمر؟ لا استمر. أي نعم. في أنا أمامكم الآن ويسمعني من السنة ومن الشيعة ومع الشيخ عبد الرحيم اللزاد أقول دعونا مثلا من باب الجدل نترك كتب ابن تيمية، لا يعني نتركها وكتب محمد بن عبد الوهاب وغيرهم والعلماء اللي تريدون، ونأتي إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، ثم نبني عقيدتنا على ذلك. كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ أنا قرأت في كتب الشيعة يقول إنه ما بقي إلا 6 أو 7 والبقية غضب الله عليهم، يعني غضب على أهل بدر وعلى أهل أحد وعلى أهل بيعة الرضوان وغضب على المهاجرين وغضب على الأنصار، ويقول كلهم خانوا الوصية وأنهم بايعوا أبو بكر وبايعوا علي. فكيف يتواطأ المهاجرون الأنصار ويبيعون دينهم بدنياهم؟ وكيف يخونون الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم؟ وما هو الذي دفع لهم أبو بكر وعمر من المال أو من الدنيا وهم الذين تركوا الدنيا وهاجروا إلى الله؟ كيف يتواطأ هؤلاء إلى درجة أنهم يخرجون يقول من الرضا، قال خرجوا من الرضا ولم يبقى إلا 6 ولا 7. يا للعجب كيف يخون الصحابة جميعا بهذا المنطق الذي لا يقبل العقل ولا النقل. إنني أقول لهؤلاء اسمعوا منا، إذا كنتم لكم موقف من ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب دعوهم، افرض أن الله ما خلقهم ولن نقرأ كتبهم، نحن نقرأ للقرن الأول وما جاء عن الصحابة رضي الله عليهم. حتى إني قرأت في كتب حتى المعتزلة والأباضية والفرق وجلست مع الخليلي في عمان وغير من العلماء، وإذا هم بدوا مدرسة توقير الصحابة والرضا عن الصحابة لأنهم حملوا الوحي، لأنه إذا قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. الذي نقل لنا الدين هم الصحابة. فأنت إذا قدحت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معنى عطلت الإسلام وقدحت في الدين وقدحت في الملة. فعند هذه المسألة عجبي لا يزول، فأين العقلاء الذين يقفون عند هذه الوقفة ويراجعون الحق ويلتمسون الدليل؟ ولا علينا من الأشخاص. قلت لكم من الآن لن أحاوركم عن ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب ولا غيرهما. جزاكم الله خير. میگم من الان که با شما صحبت میکنم در جلوی شما در جلوی مردم و آقای ملازاده هم رو میشنوه، شیعه و سنی رو بذارید کنار، قول علما رو بذاریم کنار، سخنان خدا رو چطوری میفهمیم؟ وقتی خداوند میفهمد لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره، خداوند از کسانی که در زیر اون درخت رضوان
با تو بیعت کردند ای پیامبر، خداوند از اونها راضی شد. وقتی شیعه میگوید 6 نفر بیشتر نموندند، بقیه همه مرتد شدند. چطور ممکنه؟ کدوم عقل اینو میپذیره؟ چرا مهاجران و انصار با هم دیگه توطئه کنند و اتفاق کنند بر علیه پیامبر؟ چطور ممکنه بر خدا و رسول خیانت کنند؟ مگر ابوبکر عمر چی به اونها دادند از مال و دنیا؟ چی بهشون دادند که بیان قول خدا و رسول رو زیر پا بگذارن؟ میگه این چیزی است که عجبه. من خیلی در شگفتم، تعجبم در این مورد تمام نمیشه که چرا صحابه ها رو مورد خیانت قرار بدن. این چه منطقیه که صحابه دست پروردگان پیغمبر و یاران پیغمبر رو خائن بشماریم؟ شما اگر نظر خاصی، موضع خاصی راجع به ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب دارید، اینا ترک کنید، چون فکر کنید اصلا متولد نشدن. و من با علمای زیادی نشستم، با فرقه های زیادی نشستم، حتی با رهبر اباضیان، مفتی اباضیان که آقای خلیلی باشه نشستم. همه اینها صحابه رو توقیر میکنند، احترام میکنند، جز شیعیان. بدگویی صحابه، قدح صحابه از بین بردن خود اسلامه، از بین بردن دینه، از بین بردن قرآنه، از بین بردن مسلمانانه. چرا؟ برای اینکه این یاران پیغمبر بودند، صحابه پیغمبر بودند که این دین منتقل کردند بر ما. عقلا کجا هستند؟ عقلا شیعه کجا هستند؟ سألتم أين العقلاء؟ أبشركم من عقلاء الشيعة سيما في عهد الشاه، من الكتاب، من المؤرخين، من أحمد الكسروي، ومن علماء الدين آية الله البرقعي، آية الله شريعة سانجلجي، آية الله خرقاني، وغيرهم كثيرون، الدكتور موسى موسوي، وأحمد الكاتب أخيرا. هؤلاء لما استعملوا عقلهم هداهم الله تعالى مثل ما تفضلتم. المشكلة كيف يستعملوا عقلهم فقط. ولذا برقعي يقول أنا بمجرد ما قرأت القرآن، قال بدايتي بدأ من هنا. لما ذهبت إلى الحج سألني أحد مشايخ عن القرآن، كيف أنتم تكفرون الصحابة والقرآن يترضى عنهم؟ قال هي نذرة كان بالنسبة لي، كان واحد ضرب على رأسي لأول مرة وأنا شيعي. قال بدأت أفكر بعد ذلك نسف التشيع نسفا. والله الحمد بدأ عقلاء منذ الزمن، ولكن الآن بعد الثورة مع الأسف كل من يخرج من التشيع وهم كثر إلى الآن، ولكن يحتاج إلى خيمة يجتمعون تحته. ونحن إن شاء الله بجهودكم وجهود أمثالكم من المشايخ والدعاة وأولياء الأمور ونكون هذه الخيمة حتى نستقطب العقلاء من الشيعة، وحتى يبينوا أبناء الحق لأبناء طائفتهم. اینو توضیح دادم که ایشون پرسید که عقلای شیعه کجان؟ گفتم که عاقلان شیعه چه در زمان شاه چه بعد از انقلاب زیادن و خیلی از علما، از مورخان، از دانشمندان از تشیع صفوی دست برداشتن. لیکن مشکل اینجاست که خیمه‌ای کنار جمع کنه ندارن. این یک. دوم که الان هر که بعد از انقلاب هر کس تشیع خارج بشه سزاش در ایران مرگه. ولی با این حال آیت الله برقعی، آیت الله شریعة سانجلجی و ده ها عالم دیگه به حمد الله تعالی به حق رسیدن. لكن بالله قل لي حتى الشيخ أو أي السامع لنا، لو أن أحد يلعن أباك يقول أنا بصطلح معك لكن بشرط أني كل يوم ألعن أباك البعيد أو ألعن أمك وأتهمها بالفاحشة لكنك تصالحني، ما نرضى. فكيف بمن يأتي إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر وعمر، إلى الشيخين، إلى أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق المبرة من فوق 7 سماوات؟ هذا الذي جعلنا كلنا نتوقف. العلماء قلت لك هذه من المسائل التي بحثت وجعلتنا بالإجماع، يعني ما تلقى أحد يكون يمكن يشذ عن هذا الإجماع. میگه من 4 سال قبل در استانبول بودم در اتحاد علمای مسلمین با شیخ یوسف قرضاوی که از همه جهان اسلام بودیم، از چین، از اروپا، از افریقا، از آسیا، همه جا موضوع شیعه را بررسی می‌کردیم. همه میگفتند، متفق القول بودند که ازواج پیامبر، صحابه پیامبر، اینها خط قرمزه، نمیشه از چشم پوشید. آیا خداوند همه ما را جمع میکنه در این، متفق میکنه که بر علیه یاران پیامبر راضی بشیم که موضع گیری بکنن؟
ما هرگز دنبال یا خواستار هیچ صدمه به ایران نیستیم و ما هیچ مصلحتی نداریم. اگر ایران با ما می بود ما صهیونیست های غاصب رو از سرزمین های اشغالی طرد می کردیم. ایران از امریکا و بریتانیا و اسرائیل به ما نزدیکتره، ولی که چطور کسی ادعا کنه که با ما وحدت میکنه لیکن پدر مادر شما رو نفرین میکنه، میگه من پدر مادر شما رو نفرین میکنم، تهمت میزنم، افترا میزنم، لیکن با شما وحدت میکنم؟ این چطور ممکنه؟ وحدت ادبیاتی داره. و چطور اینایی که ابوبکر و عمر و ام المؤمنین عایشه طاهره مطهره رو سب و شک میکنن تا این ادبیات پاک نشه، درست نشه، چطوری میشه اتحاد کرد؟ حتی ایشون از من در این قوس بین پرانتز میگم ایشون حسن ظن خودش حرف میزنه و الا تجارب غیرونی ثابت میکنه. ای نعم. أنا كتبت في الشرق الأوسط قبل سنة مقال في الجريدة الدولية: يا عقلاء السنة والشيعة انزعوا الفتيل. وهذا مقصودي. قلت لهم إذا لم يكن هناك إلا السب وتبادل التهم فتعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نلتمس الحق وندرس دراسة لنصل إلى الدليل الشرعي وإلى التأصيل. أما أن نترك للسفهاء تأجيج المسألة. ثم خاطبت قلت: والحق معروف، هو في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدليل الشرعي، لا نلزمكم بآراء علمائنا ولا تلزمون بعلمائكم. هذا القرآن اللي بين أيدينا، تعالوا ونشرحه على منهج اللغة العربية. القرآن نزل بلغة العرب، لم ينزل باللغة الفرنسية ولا بالفارسية ولا بالأردو. حتى يقول الشاطبي في الموافقات إن القرآن والسنة جاء على قانون لغة العرب وعلى قاموس لغة العرب. طيب ما معنى لقد رضي الله عن المؤمنين ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ فسروها لنا. أين سب الصحابة؟ أين سب أبي بكر وعمر؟ أين الحديث الصحيحة التي في فضل الشيخين كيف نهملها؟ فقصدي من هذا أن إذا أتينا بالعقلاء ورجعنا إلى القرآن والسنة، وقد ناداها قبلي غير، لكن التعصب والغلو ومخالفة الدليل الشرعي والعقل يورث مثل هذه الفرقة التي حصلت في الأمة والتي لا نريدها، وهي ضد الإسلام وضد المسلمين، ويفرح بها الغرب والشرق من أعداء الإسلام. نعم. جزاكم الله خير. قبل از یک سال من مقاله در شرق الاوسط نوشتم که صدا میاد ولی من قصدن اینو نگذاشتم. بسیار خوب. الأخ يقول أنه بقي لنا 5 دقائق فقط بشأنكم. طيب. خب اینو من ترجمه میکنم، تمام میکنم. میگه قبل از یک سال من مقاله‌ای در شرق الاوسط نوشتم که فتیله رو پایین بکشید به این عنوان: ای عقلای شیعه، بیایید دنبال حقیقت بگردیم. حق معروفه، حق در دلیل شرعیه و در دلیل شرعی یعنی در کتاب و سنت. و ما رو ملزم به سخنان علمای خودتون نکنید، ما هم شما رو ملزم به سخنان علمای خود نمی کنیم. قرآن کتاب عربی است. امام شاطبی که از ائمه بزرگ اصولی مالکیه مجتهده میگه که قرآن و سنت بر مبنای قواعد عربه. خب سب و شتم صحابه در قرآن در کجاست؟ چرا تعصب؟ چرا غلو؟ چرا افراط؟ چرا مخالفت دلیل شرعی؟ چرا مخالفت قرآن؟ چرا مخالفت سنت؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ خب دوستان، يبدو ما عندكم وقت مشان ناخذ تلفونات. خلاص أنا أختم بكلمة. نعم. أقول سلمان هو فارسي أصلا من إيران، لكننا نحبه نتولاه، وأحب عندي من أبي وأحب من أمي وأحب من إخواني لأنه صاحب دليل. ليس عندنا نحن موقف من الفارس ولا موقف من الأكراد. بلال بن رباح حبشي في الجنة، وأبو لهب قرشي هاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. نحن نترضى على صلاح الدين الأيوبي لأنه مع الكتاب والسنة كردي، هو قادنا، هو أفضل عندنا من ملايين من العرب.
نحن نترحم على محمد إقبال، هو تركي، ونحن نترضى عن هندي. محمد إقبال هندي، محمد الفاتح تركي، نعم. محمد إقبال هندي. سلمان الفارسي قلت لكم حتى في بعض الآثار يروى سلمان من أهل البيت، لأنه مع الكتاب والسنة. فليس عندنا موقف إن أكرمكم عند الله أتقاكم من اتبع الدليل. من فارس هو أعظم عندي من مليون من العرب لو كان شقيقي ممن خالف الدليل والكتاب والسنة. الإسلام ليس له جنسية، الإسلام ليس للعرب وحده ولا لفارس ولا الأكراد، الإسلام لجميع الناس. فمن اتقى الله اتبع الكتاب والسنة قدمناه. ولذلك انظر العدل عند أهل السنة والجماعة، يترضون عن سلمان وهو سيدنا رضي الله عنه وإمام ومعتبر، ونحبه ونقدمه بسبب اتباع الحق. میگه که سلمان رضی الله تعالی عنه فارسی ایرانیه، لیکن ما دوستش داریم، بلکه من از پدرم اون رو بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون تابع دلیله. ما نه راجع به ایرانیان، نه راجع به فارس، نه راجع به کرد، نه راجع به دیگران موضع خاصی نداریم، بلکه ما به صلاح الدین ایوبی افتخار میکنیم، اونو بر هزاران عرب ترجیح میدیم. محمد اقبال هندیه، محمد فاتح ترکیه، سلمان فارسیه، ولی پیامبر راجع به اون میگه که سلمان در بعضی روایت ها از ماست و از اهل بیته. پس ما اینطوری می‌نگریم که اسلام وطن خاصی نداره، اسلام فراوطنیه. هر کس ایران باشه، از جای دیگه باشه، از تابع شرع خدا باشه، تابع کتاب سنت باشه، بر ما از هزاران نزدیک ارزشش بیشتره. و اینکه فلانی عربه فلانی غیر عربه این برای ما مهم نیست. این از این موضوع. بقي التلفونات اليوم ما وجدنا وقت مشان هواتف، وقتكم كان قليل إن شاء الله ليوم آخر. أنا أشكركم وأشكر الإخوة المشاهدين المستمعين للحق، وأنا أتمنى الجميع الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى كما أمرنا سبحانه في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المستقيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل في الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين في صحيح مسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أشكر فضيلة الشيخ الداعية العالم العلامة الشيخ عبد الرحيم على جهوده وحب الملايين له لبسط الحق وللدعوة لسبيل الله عز وجل وللهداية وللدليل والاعتصام بالكتاب والسنة. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن والاه وعلى الحضور سلام و ایشون میگن که من در دعا این دعا رو میخونم که ای پروردگار جبرائیل و اسرافیل و میکائیل، تو هستی که بین مردم حکم میکنید. ما را، این دعای نبوی البته، ما را در باره حق، در مورد حق اونجا که اختلاف شده به حق رهنمون گردان. از بنده تشکر میکنه و اینکه میلیون ها انسان شما رو دوست دارن به خاطر اینکه به کتاب و سنت دعوت میکنید، خصوصا زن خودشو میگه و خدا خیرش بده.